تعالوا نشوف الفراخ الحلوة دي احنا عملناها ازاي، المقرمشة، قطع الدجاج المقرمشة جميلة جدا. بصوا مستوية وطعمها يتجنن. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت لايك وشير وسبسكرايب، وياريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تبخليش علينا باللايك يا جماعة، احنا بنتعب في المونتاج وبنتعب في الفيديو. اللي بتشوفيني دلوقتي ما تبخليش عليا باللايك. يلا بينا نشوف. بسم الله. معانا صدرين فرخة طبعا مغسولين ومتنضفين، ومعانا البهارات كاري وكركم وتوم باودر وملح وفلفل، بس كده. عايزة تزودي البهارات زودي. وبيضة ومية بصل، وطبعا التفل البصل ده مش هيترمى، هنعمل بيه المكرونة. ومعانا معلقة دقيق كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، ونص ليمونة. وده بنجيبه من عند العطار الفراخ المقرمشة، بنعمل بيه الفراخ المقرمشة. بيبيع بالنص كيلو بالربع كيلو حسب ما انت عايزة بيديلك. هو بيتباع بالكيلو من عند اي عطار. طبعا الفيجيتار دلوقتي الكيس بالشيء الفلاني وصغير خالص. انا دلوقتي بستخدم دون، بجيب بالربع كيلو عندي وبستخدمه في البانيه، حتى بيبقى حلو قوي لان بيفضل مقرمش لاخر وقت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب شوية كركم كده وهنحطهم على الدقيق اهو، وهنقلبهم تقلبيه كويس زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى بولة ونحط فيها البهارات دي زي ما قلت لك. عايزه تزودي البهارات زودي البهارات اللي انت بتحبيها. هنحط بيضه اهي، وهنحط ميه البصل، وهنحط عصره الليمونه، نص الليمونه زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، نمسكيها كويس قوي مع بعض. انا قلبت المكونات مع بعض. الكاري يا جماعه مع الفراخ بصراحه تحفه، الطعم بيكون جنان اهو. هنحط كده في الدقيق، بعدين نحط في البيض. انا ايدي اليمين دي اتشوهت من الفرن من فرن البوتاجاز يا جماعه، اتشوهت وبقت فيها علامات بسبب الحروق زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل واحده تانية اهو. هنقلب بالشوكه عشان ايدينا ما يجيش فيها البيض، ولما نحطها في الكفر ما يمسكش في ايدينا. بعد كده هنحطها بقى في الكفر اهو، وتعملي بايدك التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. نضغط سنه بسيطه كده عشان تمسك فيها اهي، واحطها في الطبق بقى. هنعمل واحده تانية مع بعض برضو بالشوكه، ونطلع الكفر وبايدينا نضيف عشان ما تمسكش فيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص. ولادك لما يدوقوا الوصفة دي هيقولك اعملها لنا على طول، ان الاولاد بتحب الفراخ المقرمشة. خلاص كده ايه، خلصنا الكمية اهي. دي الكمية كلها هي صدرين الفراخ. هنعمل ايه؟ وزي ما قلت لكم تفل البصل ده مش هنرميه، هنعمل بيه المكرونة. نروح بقى على البوتاجاز ونقلي الكمية دي.
طبعا الزيت يا جماعة السعر بتاعه علا، فانا استخدمت الطاسة دي صغيرة فعشان كمية الزيت ما تبقاش كتيرة. على فكرة الشنطة دي تحتها البرطمان بتاع المشي، بس انا بغطيه كده يا جماعة بشنطة على اساس ان هي طبعا جنب البوتاجاز البرطمان ما يتملاش زيت وكده. الشنطة ما بتتملى زيت بشيلها وبحط شنطة نظيفة. خلاص انا هحط في الزيت سخن، يكون سخن يا جماعة، وطبعا يكون زيت غزير. عشان كده استخدمت الطاسة، ما استخدمتش الصغيرة دي عشان ما استخدمش كمية زيت كبيرة اهو. وطبعا انا قليت فيه مرة، واللي هيفيد منه هقلب فيه مرة تانية وبعد كده ارميه، ما تستخدموش تاني. يعني ما نستخدمش الزيت يا جماعة اقصى حاجة 3 مرات بس، ما تستخدموش اكتر من 3 مرات، ويستحسن مرتين بس. انا هنا هديت النار عشان النار كانت عالية، لان اخدت لون جامد وانا مش عايزة اللون ده اهو، لان ده اول طاسة دايما بتبقى تجربة كده. فهنا انا هديت النار في المرحلة دي لان الزيت كان سخن. كل ما تطلعي طاسة تجيبي المصفى دي وتشيلي بقى الشوائب اللي نزلت كده في القلي اهي، عشان لما تحط الكمية اللي بعدها ما يلزقش فيها ويبقى شكلها مش حلو. خلاص، حتى في السمك تعملي كده، انا في السمك كمان بعمل كده. هنحط طاسة تانية. شو انا هديت النار هنا، انا عايزة الدرجة اللي هي اللي فوق الوش دي، وهنحط درجة تانية اهي. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لو سامعين صوت كده، انا ابو محمد نايم جنبه وبسجل. بصوا يا جماعة، هو انتوا شايفين الشكل جميل جدا، لو عجبكم يا ريت تجربوه. سلام عليكم.